فطار صحي بدون عيش. الوجبة دي أنا أكلتها النهاردة. أنا الصراحة ما كنتش هانزّل لكم الطريقة، بس قُلت لو نزّلت الصور هتسألوني على الطريقة، فقُلت أشارك معاكم الطريقة، أقول لكم كده على تركاية بسيطة ممكن ما تعملوهاش، لإن في مكون أنا استخدمته مش متاح طبعًا عند الكل، فتقدروا ما تستخدموهوش عادي. الوجبة مشبعة جدًا من غير أي نوع من النشويات خالص. أنا النظام اللي دايمًا ماشية عليه life style low carb وصيام متقطع، بصراحة خسرت عليه وزن طبعًا من بدري 35 كيلو، فمستمرة عليه لحد دلوقتي. يالّا نشوف الطريقة مع بعض. أنا استخدمت معلقة كبيرة من قشور السيليوم وتقدروا ما تستخدموهاش خالص، هي في الوصفة اختياري. حطيت عليها 3 معالق كبار من الجبنة القريش. القشور السيليوم بالنسبة لي بتشبعني جدًا، فباحاول إن أنا أضيفها في الفطار لإن أنا مش باحبها على المَيّة خالص، باحس إن هي عاملة زي الجيلي كده فمش حاباها خالص. فردتها كده في طاجن مدهون بأي مادة دهنية صحية، لإن أنا ما حطيتش أي مادة دهنية في الفطار بتاعي، باقلل سعرات بصراحة على قدر الإمكان. حطيت فيها سبانخ وفلفل ألوان، باحط على الوش 3 بيضات. الوجبة دي على فكرة تكفي 2 مش 1، أنا وأولادي بناكل مع بعض. رشيت عليها شوية كده ملح وشوية بهارات، دخلت الفرن 25 دقيقة، طلعت تحفة جدًا. وبس كده، صحتين وهنا.